سعد الله اوقاتكم بكل خير صديق المتابع، مرحبا ألف. لا تنسى تصلي وتسلم على الحبيب قبل كل شيء، واليوم جمعة يا أبو قلبي. الله يحيي عدنا للفقرة المحببة عند الأغلب، فقرة عظماء غيروا مجرى التاريخ اللي هي كل جمعة. أتمنى لك استماع واستمتاع في نفس الوقت جيد. إذا عندك أحد من اللي حولك تدري إنه يتابع محتوى زي كذا وقصص وما قصص، دفل السنابات هذه، خليه يستمتع معنا ويشاركنا. يا رب توفقنا. بسم الله نبدأ. بكون معك واضح، أنا ما أقدر أسوي لك أي تشويقة في عظيمنا اليوم. أنا لازم إني أكون معك واضح عشان يا أخي عظيمنا اليوم عظيم، أكيد عظيم. إيش فيك يا إبراهيم؟ ركز، مرة متحمس، والله مرة متحمس. اللي أنا بقدر أقوله لك كتشويقة إنه عظيمنا صحابة، من خلال سيرته اللي أنا قريتها راعي فزعة، راعي وقفة. عظيمنا من أقوى قبيلة عربية، قبيلة ما حالفت أي قبيلة، قبيلة قالوا عنها في الأثر لو تأخر الإسلام لأكلوا الناس. قبيلة يرجع نسبها إلى عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. يقول الشاعر فيهم: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضاب. عظيمنا يرجع إلى قبيلة بني تميم، أقوى قبيلة من قبيلة بني تميم، اللي قال عنها ابن حزم الأندلسي: تميم هي أكبر قواعد العرب. وقال عنهم الإمام الألوسي أنه تميم كالحجر الخشن، إذا صادمته آذاك وإن تركته أعفاك. قبل هذا كله قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم أشد أمتي على الدجال. عظيمنا من أقوى قبيلة وأعظم وأشرف وأنسب قبيلة عربية، قبيلة بني تميم. جو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من هيئتهم، من أجسادهم، ومن لهجتهم. عرف أنهم بني تميم. بني تميم يوم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جو عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: إحنا وإحنا وإحنا، وقاموا يتفاخرون بنسبهم وأصلهم ومكانتهم وقوتهم وعتادهم وأبنائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسان رد عليهم. فرد عليهم حسان بأبيات. يوم رد عليهم حسان، من خلال رد حسان لهم استلطفهم، فسمعوا عن الإسلام، وقرأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات فأسلموا. دخلت بني تميم إلى الإسلام، وكانت هي أقوى قبيلة موجودة في الجزيرة العربية، ودخولها إلى الإسلام كان بمثابة قوة إلى الإسلام. انبسط النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بدخول بني تميم إلى الإسلام. دخلت بني تميم إلى الإسلام وكانوا أشراف، حتى دخولهم ما كان فيه غدر أو خيانة أو إلى غير ذلك. هذا ما هو محور كلامنا. محور كلامنا أنه من بين أبنائهم النبي صلى الله عليه وسلم، درس النبي صلى الله عليه وسلم وتوسم في أحد أبناء قبيلة بني تميم، فأمعن النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيه، أمعن النظر فيه، وقال: ما اسم الفتى؟ فقال: القعقاع بن عمرو التميمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم على طول، تو داخل الإسلام، قال له: ماذا أعددت للجهاد في سبيل الله؟ قال: طاعة الله ورسوله، والخيل الصافنات، والرماح المرهفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الجواب، فتلك هي الغاية. كان معروف القعقاع بن عمرو التميمي قبل دخوله بالإسلام بشجاعته وحنكته وذكائه ودهائه وشعره. تخيل أنه شجاع وذكي وقائد عسكري محنك وشاعر في نفس الوقت. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وتوسم فيه الخير وتفرس في وجهه. القعقاع بن عمرو التميمي ونشأ عظيمنا بين مجتمع الصحابة ومجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير مجتمع. تخيلوا أنه فارس وشجاع، والنبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه فراسة الحرب، وفوق هذا فصيح لسان وشاعر، يعني جمعها كلها. القعقاع بن عمرو التميمي. ركز في الاسم، لأنك بتعرف إيش الأحداث وإيش الفزعات اللي فزع فيها القعقاع بن عمرو التميمي في السنابات الجاية. انتهى خالد بن الوليد رضي الله عنه والصحابة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه من حروب الردة اللي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بعض القبائل ارتدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم بظنهم إن الرسول ما يموت. المهم سيناريو طويل عريض. صار بعض القبائل صارت بين الصحابة وهم معارك، بعضهم رجع إلى الإسلام والبعض دفع الجزية. في إمبراطورية موجودة الآن 3 إمبراطوريات في الأرض في وقتها: إمبراطورية المسلمين، وإمبراطورية الفرس، وإمبراطورية الروم.
الفرس من جهة إيران جالسين يحارشون المسلمين اللي في العراق، وجالسين يبغون يسحبونهم عندهم، ما خلوهم في حالهم. فطلع خالد بن الوليد على حدود العراق. يوم وصل على حدود العراق وهو قد حارب في حروب الردة، طبيعي الجيش اللي كان معه قل عدده، بعض الصحابة مات، بعض الصحابة. فأرسل رسالة إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال له: يا أبو بكر، خالد بن الوليد نحتاج من عندكم مدد، وإحنا ما راح نواجه الفرس مواجهة مباشرة، راح نتعمد أن نفتح بعض المدن حبة 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 لين ما نوصلهم عنده، لأنه العدد اللي عندنا ما راح يكفي إنه ممكن نقدر نواجه الفرس وهم أعدادهم بالمئات الآلاف. استحسن الصحابة اللي مع خالد بن الوليد فكرته. وصلت الرسالة إلى أبو بكر، قراها، طالع في عمر، عثمان، علي، خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: الرسالة هذه من خالد بن الوليد. قالوا: وش يقول؟ قال: يقول يبغى مدد. قالوا: طيب كم بنرسل له؟ من هو المدد اللي بتوليه؟ من؟ قال أبو بكر: القعقاع وينه؟ استغربوا الصحابة من سؤال أبو بكر، قالوا: القعقاع موجود. جاء القعقاع: لبيك يا خليفة رسول الله. قال له: خالد بن الوليد طلبنا المدد وأنت مدده. القعقاع: لبيك يا خليفة رسول الله. ركب فرسه القعقاع وتوجه إلى صحراء كاظم. الصحابة يناظرون في أبو بكر الصديق، قالوا له: واحد ترسل مدد إلى خالد بن الوليد وهو بيواجه الفرس، واحد، والقعقاع بس ما معه أحد. فقال أبو بكر الصديق وتبسم: لا يهزم جيش فيه القعقاع، ولصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. طيب سيفه، ضربته، وقفته في المعركة، القعقاع وخالد بن الوليد. يا الله. توجه القعقاع إلى صحراء كاظمة، والصحابة هناك مع خالد بن الوليد ينتظرون المدد اللي بيوصلهم من المدينة، والآلاف المؤلفة اللي بتجي من جيوش المسلمين عشان يقدرون يهزمون ويواجهون فيها الفرس. تخيلوا معي شكل المسلمين اللي مع خالد بن الوليد وهم ينتظرون المدد، ناظرون إلا في غبار جاي يركض غبار. قالوا: بس وصل المدد، وينادون خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا خالد أقبل، يا خالد أقبل. أقبل خالد عليهم، قالوا: وصل المدد. يوم وصل المدد إلا هو واحد غبار يركض، وقف، ناظرون وراه ما في إلا هو الحال. بل عليهم، طبعا هو كان طويل الجسم عريض المنكبين، كان ملثم وما يبان منه إلا عيونه. فقال لهم: لقد بعثني إليكم خليفة رسول الله. جالسين يطالعون، يعني كأنهم يلمحون له الصحابة والمسلمين اللي دخلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعين ينظرون فيه، يعني وين المدد؟ نزل اللثام اللي كان على وجهه وقال: أنا مددكم. الصحابة يناظرون على طول، والتابعين يناظرون في وجه خالد بن الوليد، إيش الرد اللي بيرده خالد؟ إلا خالد بن الوليد يتبسم ابتسامة عريضة. القعقاع واقف. التفت خالد على المسلمين، قال لهم: أيها المسلمين، لقد وصل مددنا فجهزوا عتادكم. المعركة هذه في صحراء كاظمة معركة خلني أقول متوسطة ما بين الفرس وما بين المسلمين. هرمز كان هو قائد الفرس، وكان مخطط إلى مكيدة يبغى يكيد فيها بخالد بن الوليد، وكان هو القائد، ويمينه القعقاع. فقال: أنا بأطلب من المسلمين أني أنا أواجه قائدهم اللي هو هذا خالد بن الوليد اللي أنتم تقولون لي عنه، هذا اللي ما بقى أحد إلا أنا أبغى أواجهه. إذا واجهته وشفتوني أنا ما قدرت عليه، 5 يكونون قريبين مني، أول ما أطيح يلتمون حوله ونقطع رأسه، نغدر فيه غدر. المسلمين بيتجمدون مكانهم، وقائدهم عندنا وبنقتله. إن قتلنا قائدهم ترى إحنا انتصرنا في المعركة. قالوا الفرس: فكرها جهنمية، هذا خبث. التقى الجيشين، جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه معه عدد من المسلمين ويمينها القعقاع، والفرس ومعهم هرمز
ويبغى يطبق خطته، فجاء وقال أقبل، يأشر على خالد واجهني. فبرز له خالد بن الوليد واحتد القتال بينه وبين هرمز. خالد بن الوليد وهرمز، خالد بن الوليد وهرمز. هرمز طعن خالد بن الوليد طعنه، خالد بن الوليد طعن هرمز. صارت في خالد بن الوليد بعض الإصابات. المسلمين حمي الوطيس فعلا، يعني ما يتخيلون المسلمين أنه ممكن خالد بن الوليد يقتل، وما يتخيلون أنه ممكن قائدهم اللي سيف الله المسلول من المحال أنه يكسر. من هرمز. ضرب خالد، ضرب هرمز، ضرب خالد، طاح هرمز على الأرض. ما أمداه يطيح، بدأت الخطة حقت هرمز. انقضوا 5 من الفرس على خالد بن انقضوا 5 من الفرس على خالد بن الوليد. تجمدت الدماء فجأة كذا. كيف ما كانوا جاهزين المسلمين للسيناريو هذا اللي بيصير؟ هرمز طايح والخمسة حول خالد بن الوليد. خالد بن الوليد طايح على الأرض وملطخ بالدماء، ويطالع فيهم خالد إلا كأنهم أسود جالسين يطالعون في خالد. واحد منهم بس يأخذ بسيفه ولا 2 يطعنون خالد بن الوليد. كذا رجول المسلمين انشدت فعلا. كيف بيسوون؟ فجأة بدون أي سابق موعد ولا سابق أي إنذار، القعقاع بن عمرو يمشي بخيله كأنه الريح المرسلة، ويشق الصف اللي كانوا مجتمعين على خالد بن الوليد، ويقطع راس أول واحد فيهم اللي كانوا مجتمعين على خالد بن الوليد، وياخذ سيفه ويناوله إلى خالد بن الوليد، ويمسك خالد بن الوليد سيفه ويقطع رأس هرمز. ما أمداه يقطع رأس هرمز إلا رجع. ويوم رجعوا خالد القعقاع ما أبقى من اللي اجتمعوا على خالد بن الوليد أحد إلا المسلمين ورا يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الفزعة اللي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه والمدد اللي أرسله، وكانوا يظنون الصحابة والتابعين اللي مع خالد أنه لحاله، فعلا كان القعقاع بمثابة الجيش واحد ومدد واحد وفزعة واحدة كانت عن 1000 فارس. وابتسامة خالد بن الوليد اللي كانت يوم عرف أنها القعقاع بن عمرو، عرف أن وراها شيء وأنه بيصير شيء. ففعلا كان القعقاع بن عمرو بمثابة الجيش لحاله. الآن الفرس بعد ما مات هرمز قائدهم و5 من أمهر قادتهم اللي جمعوهم عشان يقتلون خالد، قتلهم القعقاع وخالد قتل هرمز. أفئدة الفرس قامت تروح يمين يسار، ورجولهم ما عاد تحملهم ولا عندهم قائد يوجههم. استغل الموقف خالد بن الوليد وعرف أنها نقطة ضعفهم، فبدأ بجيشه وقال بسم الله الله أكبر وأشر لهم، وعثوا في الفرس أشد. حاس الفرس المسلمين ذبحوا في الفرس إلين قالوا آمين. انتهت الحرب وانتصر المسلمين. التفت خالد بن الوليد بعد المعركة على القعقاع. بعد ما انتهت المعركة وانتصر المسلمين، التفت خالد بن الوليد على القعقاع وتبسم وقال، مسح حط يده على كتف القعقاع وقال له لله در أبي بكر فإنه أعرف منا بالرجال. الصحابة والتابعين سر الابتسامة العريضة اللي رسمت على وجه خالد بن الوليد يوم شاف المدد وشاف أنه واحد. عرف خالد بن الوليد أن أبو بكر أرسل له جيش وأرسل له فعلا مدد. بعد ما شاف الشيء اللي صار قدام خالد بن الوليد تحمس، فراح واجه الفرس في معركة اللي قبل شوي صحراء كاظمة وانتصر فيها خالد بن الوليد. ويوم شاف ان يمينها القعقاع على طول اقدم خالد بن الوليد وفتح الولج والمذار ومعركة بعد الأبلة، كلها هذه خالد بن الوليد احدث ثغرات في الفرس. خالد بن الوليد والقعقاع، خالد بن الوليد والقعقاع، خالد بن الوليد والقعقاع. كان القعقاع نعم المدد ونعم الجيش وراعي الفزعة من الفرس والأحداث اللي صارت. خلنا نروح لدمشق. دمشق كانوا ماسكينها، أو الشام الروم كانوا متحصنين في دمشق. المسلمين توجهوا على وين؟ على الشام عشان العرب اللي موجودين هناك. يوم توجهوا على دمشق يبغون يفتحونها، صعبت عليهم مرة، صعبت. دمشق كانت محصنة بحصن، وكان فيه أبواب، الباب الشمالي، الباب الجنوبي، الباب الشرقي، الباب الغربي.
تخيلوا حصار المسلمين لدمشق استمر 7 شهور. متخيل يعني ايش 7 شهور حصار؟ 7 شهور والصحابة يبغون يفتحونها ما هم قادرين. تخيل البيبان هذه من كبرها كبيرة مرة، وقبل البيبان المدينة محوطة بزي الخندق هذا فيه مويه. عشان تتجاوز وتوصل إلين السور هذا تسبح سباحة، ما يمديك تسبح أصلا إلا هم أصلا موجودين فوق جالسين يرمون بسهامهم. صعب على المسلمين الموضوع هذا، حاول المسلمين يقتحمون أكثر من مرة ما تيسرت معهم. جاءت خبرية لطيفة الله سبحانه وتعالى كأنها أرسلها إلى من؟ إلى خالد بن الوليد، إن البطريق اللي كان ماسك دمشق من جهة الروم جاه مولود، وإنه بكرة بيسوي احتفالية بمناسبة إنه جاه مولود، وهو له مدة طويلة ما جاه مولود، وبيجمع الحراس وبيسوون احتفالية كبيرة وبينبسطون. وفعلا أرسل البطريق إلى الحرس واللي حوله والوزراء إنه اجتمعوا عندي بكرة في الليل بنسوي احتفالية، ما راح نطول يعني ما يمديهم وش بيسوون، نسوي احتفالية بسيطة كذا بمناسبة إنه جاني مولود. جهزوا الخمور، جهزوا الطبل، جهزوا. خالد بن الوليد استغل الموضوع مع الصحابة. خالد بن الوليد بحكم أنه هو المسؤول عن الباب الشرقي، وقال لهم تعال يا القعقاع معي. قال لبيك. قال هذا السلم بنرميه من فوق السور ما عليه أحد، هم يقولون ساعة ساعتين على بال ما يحتفلون يخلصون يرجعون، بنطمر أنا وأنت من فوق السور. جهزوا أخشاب بحيث أنه يمرون المسلمين أو جيشي اللي موجود الآن معي الآن المسؤول عن الباب الشرقي هذا ويتعدون الخندق هذا، وأنا وأنت مسؤولين على أن نقتل الحراس اللي موجودين تحت، اللي حاطينهم نيابة، ونكسر الباب ونفتح بأي طريقة كانت ويدخلون المدد من هنا. المسلمين إن شافونا دخلنا من هنا بيعرفون أن احنا أحدثنا ثغرة، يجون كلهم يمشون من فوق الخندق هذا الخشبي اللي احنا سويناه وندخل مع الباب. قال القعقاع تم، ما عندي أي مشكلة. فعلا رمى خالد بن الوليد السلم، مر خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان مسند بعد الله سبحانه وتعالى على القعقاع، وطمر وراها القعقاع على طول، رجله برجل خالد لين نقز وطاح. ما أمداه ينزل إلا الحرس التف، ولا والله أنهم في وجه خالد بن الوليد والقعقاع. ما أمداهم أصلا حتى يطلعون سيوفهم. خالد بن الوليد والقعقاع قتلوهم، ما أمداهم يقتلون إلا خالد والقعقاع وهم جوا. الله أكبر الله أكبر. سمعوا المسلمين إشارة خالد أن التكبير، اعبروا خلاص ادخلوا. ما أمداهم يسمعون التكبير إلا المسلمين دخلوا، العدد اللي كان موجود مع خالد عبروا من فوق الخندق. خالد بن الوليد فك البيبان، هو قعقاع باب وخالد بن الوليد باب. يوم فكوا البيبان دخلوا المسلمين. أول ما دخلوا المسلمين اللي موجودين في دمشق استسلموا بالسلم بدون أي قتال. القعقاع وخالد بن الوليد. المسلمين أصابهم الوهن، تعبوا 7 شهور وهم محاصرين دمشق ما قدروا يفتحونها. أرسلوا إلى الخليفة كذا مرة، أرسلوا إلى بعض الصحابة إيش الحل، إيش المشورات، إيش الخطة اللي ممكن أنتم. خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو أجهزوا على الموضوع هذا بدون أي حرب وفتحوا دمشق. لا يهزم جيش فيه القعقاع. في القعقاع كثيرة مرة وفزعاته واجد، لكني أنا بحاول أني أذكر لك أبرزها. في يوم صبح جاءت خبرية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبو عبيدة برسالة: سعد بن أبي وقاص على أرض القادسية وبيواجه فوق 200,000 من الفرس. يا خليفة رسول الله يا عمر بن الخطاب أرسل مدد، العجل بسرعة افزعنا، ترى المسلمين منكوبين على أرض القادسية ومعركة حاسمة ومفصلية، والفرس شاركوا بكل قوتهم وبكل عددهم وبكل تجهيزاتهم. الفرس أمام خيارين: يا أما أنهم يكسرون شوكة المسلمين وتنمحي شيء اسمه إسلام ويوصلون إلينا المدينة، ولا أن المسلمين يكسرون شوكة فارس وإمبراطورية فارس هذه ينهونها من الوجود. عمر بن الخطاب يناظر في الصحابة. عمر إلى الصحابة وقال لهم: وين القعقاع بن عمرو؟ ما عندهم يقولون له شيء، يعني يقولون له أنه موجود. قال القعقاع: لبيك يا خليفة رسول الله. قال:
الآن تتجه إلى سعد بن أبي وقاص وتقاتل معه، ومعك 1000 فارس، وبألحقك بهشام بن عتبة ومعه 1000، امش على بال ما جهز 1000 الثانيين. قال القعقاع لبيك يا خليفة رسول الله. طلع القعقاع وتوجه إلى وين؟ إلى أرض القادسية. سعد بن أبي وقاص كان هو قائد معركة القادسية، ولكن قبل المعركة أصيب بمرض في بطنه فما قدر يقاتل، فكان واقف على تبة جبل يوجه المسلمين ويقودهم ويحاول أنه يرشدهم ويعطيهم بعض الخطط اللي ممكن المسلمين يقدرون ينتصرون فيها، والمسلمين في نفس الوقت ينتظرون المدد. وصل القعقاع إلى أرض القادسية والمعركة بدت لها يوم وانتهى. تعرفون كيف المعركة حامية؟ معركة القادسية كان لها أيام، ما هو يوم واحد ولا من الظهر إلين المغرب وانتهت، لا أيام. وصل القعقاع وقد مضى عليها يوم، والفرس قد أبلوا في المسلمين وقد قتلوا في المسلمين القتال الشنيع. لكن حنكة سعد بن أبي وقاص ساعدته بأنه يصمد على الأقل اليوم الأول، فسوى خطتين. الخطة الأولى أنه قسم، مثل ما قلت لكم أول ومعركة القادسية قد شرحتها، أنه قسم الصحابة والتابعين على شكل قبائل، وكل قبيلة تقاتل بكل قوتها، وكل قبيلة تورينا على أرض المعركة بحيث أنه يصير فيهم حمية ويقاتلون فعلا. فقسمت قبيلة كندة وقبيلة غطفان وقبيلة أسد وقبيلة قبائل تميم، كان من ضمن قبائل أو من ضمن المدد اللي وصل القعقاع بن عمرو التميمي. يوم وصل القعقاع قبل ما يوصل سوى فكرة. قال القعقاع لل1000 اللي معه تقسموا على شكل مئات، وأنتم قادمين إلى المسلمين نبغى نضرب عصفورين بحجر. نبغى الفرس يشوفون المدد وهو جاي على شكل أعداد فيحسبون أن ما هو 1000، إحنا 100,000. والشيء الثاني نبغى نرفع من همة المسلمين لأنهم انهزموا اليوم الأول، فيشوفون المسلمين المدد فيفكرون المسلمين أن إحنا 1000. 100 يضربون على الأرض ضرب بالخيل بحيث أنها تثير الغبار، وال100 هذول 100 إلين يوصلون إلى المدد. ما نوصل إلا 100 الثانية تتبعنا، نوصل 100 الثالثة، نوصل إلين ما يكتمل عددنا 1000. أبغى الفرس تتراجف قلوبهم والمسلمين يطيرون فرح. نحاول نعدل من نفسية المسلمين شوي ونخلي الفرس يتنافضون. قلت لكم أنه سعد بن أبي وقاص ساعدته في الصمود الفكرتين اللي سواها. الفكرة الأولى أنه قسم الجيش إلى قبائل، والفكرة الثانية أنه قال لهم الآن هم مشاركين بفيلة، أكبر حيوان على وجه الأرض موجود الآن عندهم هناك بالفيلة، وكانوا مستندين عليها، وكانوا حاطين على الفيلة ما هو زي السرج. السرج هذا فيه زي الصناديق، الصناديق هذه عليها عدد من الفرس يرمون المسلمين للي بيقرب من الفيلة. فالمسلمين في أول يوم قال لهم سعد بن أبي وقاص اقطعوا الحبال بقدر المستطاع، أنكم تحاولون تقطعون الحبال اللي على ظهر الفيلة بحيث أنها تطيح الصناديق هذه اللي فيها الفرس وتقتلونهم. إذا طيحتوها ما عاد بيقود الفيل شيء. ففعلا اليوم الثاني يوم وصل القعقاع وصارت التقسيمة وصار المدد يوصل على شكل مراحل، المسلمين فرحوا وانبسطوا، الفرس قاموا يتنافضون. أن الفيلة في اليوم الثاني ما هي جاهزة، والفرس جالسين يصلحونها عشان يجهزون الصناديق، وشافوا مدد جالس يوصل، قاموا الفرس يتنافضون والمسلمين مبسوطين ويكبرون ويهللون. أول ما رأى سعد بن أبي وقاص مقبلين في خاطره يقول يا ليتها القعقاع، بس يا ليتها القعقاع. أول ما أقبل القعقاع نزل اللثام قدام سعد بن أبي وقاص اللي هو القعقاع بن عمرو، تهلل وجه سعد بن أبي وقاص وكأنه شاف بشرى انتصار المسلمين على يدين القعقاع. على طول القعقاع سأل سعد بن أبي وقاص إيش الجديد؟ قال اليوم الأول انهزموا. قال طيب. قال اليوم الثاني تراهم مشغولين بفيالتهم أنهم يصلحون الصناديق. قال طيب. قال نبغى نحاول قدر المستطاع أنه إحنا نرعبهم. قال هذه عندي. اجتمع صف المسلمين واجتمع صف الفرس، الفرس مقابل المسلمين والمسلمين مقابل الفرس. القعقاع ايش سوى؟ قال لسعد بن أبي وقاص معنا إبل جايبينها معنا، الإبل هذه بنلبسها لباس أسود بحيث أنها تخيف الخيل حقتهم، الآن ما معهم فيلة،
خلنا نستغل موضوع الخيل حقتهم، بالفيلة حقتنا نربك صفوفهم. هذه حاجة. الحاجة الثانية، أنا أبغى أواجه قائدهم. بعد ما صفوا، طالع القعقاع بن عمرو من بين المسلمين، ووقف قدام الفرس وقال: من يبارز؟ خرج له واحد، قال له القعقاع: من أنت؟ قال: هو اللي ترى جاب لنفسه. قال: أنا بهمن هازمكم يوم جسر وقاتل أبو عبيدة وأصحابه. فقال القعقاع: يا لثارات يوم جسر، يا لثارات يوم جسر. طلع سيفه القعقاع بن عمرو كأنه يقول: جابك الله، جابك الله لي. ضربه بالسيف، ضربه بالسيف، ضربه بالسيف، إلا راس بهمن قدام الفرس طايح على الأرض، إلا المسلمين وراء. الله أكبر، الله أكبر. طلع الثاني يلحق الأول، الثالث، الرابع، 27، 28، 29، 30 من أمهر قادة الفرس، 30 من أمهر قادة الفرس وأقواهم وسادتهم، قتلهم القعقاع بن عمرو لحاله، والصحابة ورا معنوياتهم فوق. الله أكبر، الله أكبر. تخيل الصحابة إيش رددوا بعد التكبير، وإيش قالوا؟ قالوا: يا لثارات البارحة، يا لثارات البارحة. إنه اللي صارنا البارح بنثأر له اليوم وبننتصر عليكم. بعد ما قتل رقم 30 القعقاع، التفت عليهم وقال لهم: باشروهم بالسيوف فإنما تحصد الأرواح بالسيوف. التفت على الفرس قال: الله أكبر. سعد بن أبي وقاص يتابع المعركة من فوق ويطالع مبسوط ويضحك، إلا المسلمين الله أكبر، الله أكبر. هجموا المسلمين هجمة واحدة بالإبل حقتهم بالقعقاع. قاتل المسلمين أشد قتال وبارزوا أشد مبارزة. تخيلوا أن المسلمين استمر القتال من الظهر إلين، تحسبون أنهم غابت الشمس وقف القتال؟ لا، استمر القتال إلى أنه ما عاد صار يعرف، وتلخبطت الجيوش فيما بينها، الفرس بالمسلمين والمسلمين بالفرس. سعد بن أبي وقاص يناظر إلى أرض المعركة، ما هو بحامل الوطيس محترق. المسلمين يقاتلون، عدلت الكفة للمسلمين وانتصر المسلمين في اليوم الثاني. رجعوا المسلمين، رجعوا الفرس. إلى الآن ما انتهت المعركة، اليوم الثاني. تحسبون أن القعقاع نام؟ ما نام، ما هناله نوم. رجع إلين سعد بن أبي وقاص قال له: وش الشور، وش الرأي؟ أنا عندي كذا رأي، إيش تشور أنت؟ ما أقدر أتقدم عليك ولا أقدر أقول أي خطوة وأنت ما أنت موافق عليه. قال له سعد بن وقاص: دقيقة، في معنى من الفرس بس مسلمين، نادهم لي. ناداهم قال لهم: إيش تتوقعون؟ قال: تراهم الآن مجهزين الفيلة لليوم الثالث. انصدم سعد بن أبي وقاص. قالوا الفرس المسلمين، قالوا: بس ترى عندهم فيلين، أنتم إذا قدرتوا عليهم أنهيتوهم، الفيل الأبيض والفيل الأجرب. الأجرب هو التوب، والأبيض على قولتهم ولي العهد. عليكم بعيون الفيلة وخراطيمها، ترى أن قدرتوا عليهم انتهت المعركة. أثناء الحوار وأثناء الحديث اللي صاير، القعقاع وهو يسمع نادى واحد من اللي عنده، قال له: اسمع، قال روح على مطلع المكان اللي احنا جينا فيه 100 صح تعرفه؟ قال لي، قال روح له ووقف هناك وانتظر، وأنا بأرجع بال1000 اللي كانوا معي أمس، وترى بيجونا هشام بن عتبة. كانوا حاسبين، يعني يعرفون الحراك من المدينة إلين وصولهم إلى أرض القادسية كم يوم وكم، فكان حاسب أن هشام بن عتبة بيوصل في اليوم الثالث، فجر اليوم الثالث. أفكر خلني أقابله ويصير إحنا الآن 2000 ونجي نفس ما جيت أنا أول مرة، 100 أباهم يضربون على الأرض ضرب. إذا وصل هشام بنشرح له، خلنا ناخذ العلم من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. بس أنت فهمت الفكرة مبدئيا؟ قال فهمتها. قال جهز لي 1000. قال طيب، راح وجهز 1000. انتهى من النقاش والحوار مع سعد، الحوار من سعد بن أبي وقاص والفرس المسلمين. التفت على القعقاع قال لي: القعقاع؟ قال لبيك. قال: أنت وعاصم أخوه
عاصم ابن عمرو التميمي برضو حتى هو مقاتل وفارس، لكنه برز القعقاع أكثر من عاصم. أنت وعاصم أخوك على الفيل الأبيض. وين قبيلة أسد؟ كانت برضو تعتبر من التب. نادى اثنين من فرسانه قال أنتم على الفيل الأجرد. احنا قد ترى سولفنا في الموضوع هذا وقد تكلمنا، لكني أبغى أتكلم تحديدا عن دور القعقاع في المعركة هذه. عليكم بعيونها وعليكم بخراطيمها. قال القعقاع وأنا عندي لك علم. قال وش علمك؟ قال علمي أنه على مشارف الفجر بيوصل هشام بن عتبة ومعه مدد. أنا بأرجع بالألف اللي كانوا معي أمس وهشام معه 1000، نجي على نفس النظام اللي أنا جيت فيه، بحيث أن المسلمين يرونه مدد فوق المدد اللي موجود معاهم، والفرس يرونه كأنه 200,000 مقاتل أضيفوا إلى حصة المسلمين وإلى جيش المسلمين. طالع فيه سعد تبسم كأنه أعجب بفكرة القعقاع، وفعلا راح القعقاع ورجع وأخذ معه 1000 وتوجه إلين المكان اللي جاء معه. ما أمداه يوصل المكان اللي جاء معه إلا قربت الشمس تطلع لهشام بن عتبة مقبل ومعه 1000 يركضون يبغون يقاتلون الفرس بأي طريقة ويفزعون لإخوانهم، لأنه قال لهم عمر بن الخطاب العجل ينتظرونكم. أول ما أقبل هشام اللي يشوف 1000 واقفة، وصل هشام إلا القعقاع يناظر فيه ويضحك. قال له هشام ما رحتوا؟ قال إلا رحنا وقاتلنا وانتصرنا عليهم في اليوم الثاني. النظام سوي نفس ما سويت أنا. قال له هشام وش سويت؟ قال قسم 1000 اللي عندك 100. قال أيوة. قال تقسمهم 100 وندخل عليهم بشكل 100. شوف إيش أسوي وسوي زيي. قال هشام طيب. سوى القعقاع نفس الخطة اللي كانت أمس. الفرس جالسين يتجهزون على الصبحيات، يناظرون اللف، تراب جالس يطلع من هناك 100 وراها 100 وراها 100. هشام يطالع في اللي بجنبه يعني كأنه يقول فكرة القعقاع جهنمية. المسلمين جالسين يناظرون، جالس تتوافد عليهم أعداد، تتوافد 20 مرة، وكلهم يضربون في الأرض. التراب ما يمديه ينزل على الأرض إلا 100 اللي بعده وراه. التراب ما يمديه ينزل على الأرض إلا 100 اللي بعده وراه. الفرس يناظرون إيش المدد هذا اللي جالس يوصل لهم، والمسلمين يناظرون الله أكبر مددنا وصل من المدينة. حتى المسلمين منصدمين من نفس الوضع. كيف؟ الفكرة مي هنا. الفكرة أنه النقطة اللي كان يبغاها القعقاع أوصلها، رفع معنوية المسلمين وطيح معنوية الفرس. صفوا الفرس وصفوا المسلمين. الفرس صفوا بفيلتهم 8، معهم 8 فيلة، أكبرهم الأبيض والأجرب. القعقاع صاف في مكان وأخوه عاصم والاثنين اللي من قبيلة أسد صافين في مكان، كلهم مقابلين للفيلة بس بطريقة غير مباشرة. الفيلة عليها حراس من تحت وعليها حراس من فوق، وعليها واحد يقودها عشان تشق صفوف المسلمين. بسم الله الله أكبر. بدأت المعركة في اليوم الثالث. بدأت المعركة ولا ما بدأت، القعقاع وعاصم والاثنين اللي من قبيلة أسد توجهوا توجه مباشر على الفيلين. ما أمداهم يوصلون إلا اللي حول الفيلة يقاتلون، ما يبغونهم يوصلون. تخيلوا الحرس اللي موجودين حول الفيلة، الفرس رابطين أرجلهم ببعض عشان ما ينحاشون من الفيلة ويخلونها، ومخلينهم على شكل حلقة عشان ما ينحاشون. ضعفاء جبناء، أعلى كلمة ممكن تتخيلها توصف فيهم. جبناء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أول ما وصل القعقاع الأول في الثاني، وأخوه عاصم من جنبه وهو من جنب، أخوه من عاصم من جنبه وهو من جنب، واللي فوق يحاولون يرمونهم بالرماح. القعقاع بن عمرو برمحه رمى رمحه وقال اللهم سددني، بسم الله الله أكبر، وهو يرمي برمحه. رمى برمحه ولا ما رمى إلا أصابت عين الفيل اليمين. الفيل قام يلف. الفرس اللي موجودين في الصناديق قاموا يطايحون، ما قدروا يتوازنون. هذا اللي ماسك الفيل يحاول يوازنه ما قدر. عاصم مثل أخوه بسم الله الله أكبر ويرمي، كأن الله سددهم، كأن الله يبغى يفتح على يديهم وقدهم صحاب. رمى إلا والله أنها في عين الفيل اليسار. إلا الفيل ما عاد صار يشوف، صار يتخبط. الفيل يتخبط ولا ما يتخبط. الفيل الثاني سووا به الاثنين من قبيلة أسد نفس ما سووا به القعقاع وعاصم.
الآن الفيلة هذه الاثنين هي تعتبر رؤوس الفيلة. القعقاع ما أمد الفيل يضرب براسه ويروح يمين ويسار، القعقاع قطع خرطوم الفيل، قطع خرطوم الفيل ولا ما قطعه إلا الفيل ما عاد يدري وين يروح. لف يمين شاف مويه ويتجه عليها، اتجه الفيل هذا على المويه، الفيل الأبيض اللي وراه الفيل الأجرب. شاف الفيل الأبيض وهو قائدهم ودائما يمشون معه وتدريبهم وتمارينهم على أنه يمشون على مشورة الفيل الأبيض، راح للنهر إلا الفيل الأجرب يلحقه ومصاب عينينه، إلا الفيلة الستة تلحقه، إلا كلهم في النهر. انكشفت المعركة الآن قدام المسلمين. يلتفت القعقاع بن عمرو على سعد بن أبي وقاص وهو بعيد ويتبسم القعقاع ويأشر له بسم الله الله أكبر. هشام بن عتبة، خالد بن الوليد، القعقاع، عاصم، المسلمين وقدامهم الفرس مهزوزين من الفيلة لأنها ماتت، ومن 30 قائد مات من عندهم. انحاسوا الفرس، انحاسوا. المسلمين يكبرون لتكبير القعقاع، الله أكبر الله أكبر. شافوا المسلمين وش سوى القعقاع، فزادت عزائم المسلمين على اللي هم كانوا فيه، فاحتمى الوطيس بين الفرس وبين المسلمين، ضرب وقتل، ضرب وقتل. ما تسمع صوت إلا سيوف وحناجر وصياح، ما في غيرها ولا تكبيرة المسلمين. إلى ما غربت الشمس التفت القعقاع على المسلمين، والمسلمين كانوا منهكين. فقال القعقاع بصوت صوت قال أبو بكر لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. فقال القعقاع يصيح في جيش المسلمين يا معشر المسلمين، النصر بعد ساعة لمن يثبت منكم أو من عدوكم، فكونوا أنتم الصابرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المسلمين يسمعونه، والنصر بعد ساعة لكم أو من يثبت أو من عدوكم، يعني يمكن ينتصرون الفرس، فكونوا أنتم الصابرين. سمعوا كلام القعقاع، وسعد بن أبي وقاص يسمع صوت القعقاع. سعد بن أبي وقاص قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم انصرنا عليهم. زادت عزائم المسلمين على اللي هم فيه، وفي ليلة ظلمة ما يرى فيها سعد بن أبي وقاص شيء إلا اللهم الصوت، ويسمع صوت السيوف. زادت عزائم المسلمين وزاد الضرب على الفرس إليه. بس ترجع معي إلى المدينة دقيقة، بس نرجع للمدينة المنورة، وعمر بن الخطاب ينتظر وعلي بن أبي طالب ينتظرون. طبعا علي بن أبي طالب أشار على عمر أنه يبقى في المدينة ما يروح، لأنه كان يخاف من غدر الفرس. عمر على أعصابه، عمر ينتظر. بسم الله الله أكبر. قوة المسلمين، ضربة المسلمين، حماس المسلمين، صوت القعقاع، بلاء المسلمين، الله سبحانه وتعالى معهم قبل كل شيء. انتصر المسلمين في معركة القادسية، وفر الفرس فرارا. سعد بن أبي وقاص وقف وهو تعبان ويناظر المسلمين راجعين ومبسوطين ويكبرون، فعرف أن المسلمين انتصروا، وعلى رأسهم القعقاع وخالد بن الوليد وهشام بن عتبة وعاصم وقبائل المسلمين اللي من العرب كلهم، ومعهم من الفرس. ناظر فيهم سعد بن أبي وقاص وقال أفلحت الوجوه. على طول سعد بن أبي وقاص أرسل بكتاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن المسلمين انتصروا وفتح الله عليهم بلاد فارس كاملة. الفكرة مهنة، الفكرة أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى من؟ إلى سعد بن أبي وقاص بكتاب بعد ما جاءته بشرى النصر، وقال له، قال يا سعد، أي فارس كان أيام القادسية أفرس، وأي رجل كان أرجل، وأي راكب كان أثبت. وصلت الرسالة سعد بن أبي وقاص وهو على مشارف بلاد فارس، فمسك الرسالة وقلبها وكتب لم أرى فارسا مثل القعقاع بن عمرو، حمل في يوم 30 حملة، وكان يقتل في كل يوم كميا بمعناته الكم الهائل الغير معدود. فكان القعقاع يقتل في اليوم أعداد مهولة من الفرس.
ممكن أنك ترى أني أنا أعدت لك معركة القادسية، ولكن هذا غير صحيح. أنا أعدت لك جوانب القعقاع بن عمرو وتواجده في معركة القادسية. ختام صديق المتابع، مثل ما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: لله در أبي بكر فإنه أعرف منا بالرجال. ومثل ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لصوت القعقاع في المعركة خير من 1000 رجل، ولا يهزم جيش فيه القعقاع. شكرا لحسن استماعكم.